إسماعيل، بنت من سوريا وعندي حلم بدي أحققه. مهما عانيت ما في شيء رح يوقفني بهالحياة. على جانب ثروة تقدر بالملايين، وعلى الجانب الثاني بنت كانت تعيش على مساعدات اللجوء. هذا هو التناقض يلي بيختصر قصة بيسان إسماعيل. هي اليوم صاحبة أعمال وسيدة في عالم السوشيال ميديا بأكثر من 20 مليون متابع ونجاح مالي ضخم. بس السؤال هو كيف استطاعت هي البنت يلي بدأت من الصفر إنه توصل للقمة؟ اليوم رح أحكي لكم قصتها بكل صعوبتها وتفاصيلها، ورح نكشف بالنهاية قديش صارت ثروتها بالضبط. لا تنسوا اللايك والمتابعة. معكم محمود ويا الله نبلش. بيسان إسماعيل مواليد 2003، ولدت بدمشق، وأول وأقصى صدمة عاشتها كانت فقدان والدها. كان أستاذ إنجليزي انقطع أسره بالكامل في ظروف الحرب بسوريا. لما خسرت بابا كانت كمان كتير صعبة، لأنه حسيت حالي حملت مسؤولية بعمر صغير. وهذا الغياب المفاجئ والمجهول خلق عن بيسان خوف مو طبيعي، وخلى الأم تعيش جولة بحث قاسية تضطر فيها تبحث عن زوجها المفقود. وهذا الشيء أثر على نفسية بيسان وأخوها الصغير اللي اسمه نوار. وبعد ما فقدوا الأمل والأوضاع بسوريا زادت سوء، الأم بلشت تبيع كل شيء بتملكه، حرفيا كل شيء، لتأمن مصاريف اللجوء لألمانيا بطريقة آمنة، على أمل إنه يوصلوا لمكان في أمان لأطفالها. ولما بلشت رحلة الهجرة فاجئوا إنه الأموال اللي اندفعت لقارب آمن كان كذب، وطلعوا بقارب مكدس بالناس وخطير جدا. بيسان حكت إنه كانوا يمشوا ساعات طويلة بالجبال بالليل، وكانت الدنيا شتاء بلا أكل أو ضوء ليوصلوا لمكان الانطلاق. وقتها كان عمرها حوالي 12 سنة بس. وعلى متن هذا القارب عاشوا خوف حقيقي. وصلوا أخيرا لألمانيا، وهنيك ما كانت الشغلة أبدا نزهة. عاشت العيلة حوالي سنة كاملة بمخيمات اللجوء المؤقتة. المكان كان عبارة عن قاعات كبيرة، وكل عيلة بيفصلها عن تاني مجرد ستار، لا خصوصية ولا راحة. بيسان أكدت أنه عاشت ضياع وتشتت، وكانت عيشتهم بتعتمد بشكل كامل على المساعدات الحكومية الألمانية. ولما دخلت المدرسة واجهت تنمر وسخرية بسبب أنه ما بتعرف تحكي اللغة الألمانية. بس هي هون أثبتت قوتها وذكائها وتعلمت اللغة بوقت قياسي. وهي الظروف الصعبة كانت الوقود يلي أشعل نجاحها. بيسان ما قبلت تضل أسيرة الماضي، وهي بسن ال 13 بلشت تستغل موهبتها بالغناء، خاصة الأغاني العراقية اللي اشتهرت فيها، وبلشت تنشر محتوى على يوتيوب. الشيء اللي غير مسارها، بيسان كانت ذكية بالتعاونات ونجحت ببناء اسمها، وبلشت بالتعاون مع جواني ومرسال، وهدول الشخصين كانوا الأساس المتين. أول خطوة كانت التعاون القوي مع محمد جواني ومرسال، وهالثلاثي أسس قاعدة جماهيرية ضخمة من خلال الفيديوهات اللي كانوا يعملوها. وهذا الشيء ساعد بيسان تنتقل من الآلاف للملايين. وبعدها اجى التعاون مع أنس الشايب، وكل فيديو لإلهم هن الاثنين كان يحصد ملايين المشاهدات. وطبعا هذا الشيء كان اللي دفع بيسان للمقدمة بشكل ما بيصدقه حدا. بس هي العلاقة ما دامت وانتهت. بعدها انتقلت بيسان للعيش بدبي، يلي بتعتبر مركز الإعلانات والأعمال. صارت فنانة رسمية وأصدرت أغاني كتير. وبعد انتهاء قصتها مع أنس الشايب، أعلنت بيسان خطوبتها الرسمية بعام 2023 من التيك توكر محمود ماهر. العلاقة كانت علنية ومتابعة من الجميع، بس كمان العلاقة ما استمرت وتم الإعلان عن انفصالها عنه قبل فترة بسيطة. طيب وصلنا للشيء اللي الكل عم يستناه، قديش صارت ثروة بيسان؟ طبعا ما في شيء رسمي، بس المحللين وشركات الإعلانات بيعملوا حسبة دقيقة تكشف كل شيء. وبيسان عندها اليوم عدة مصادر دخل، وأولها دخل اليوتيوب الثابت الأساس مع أكثر من 12 مليون مشترك. أرباح بيسان من المشاهدات لحالها بتوصل لمئات الآلاف من الدولارات بالسنة، وهذا دخل ثابت. وفي عندها تيك توك وإنستغرام، وهي الضربات القاضية. عندها 19 مليون متابع نشط. شركات الإعلان بتدفع مبالغ خيالية للمؤثرين بهذا الحجم. الإعلان الواحد مع بيسان حسب المحللين ممكن يكلف بين 5000 ل 20,000 دولار. ولما نحسب الدخل الإجمالي السنوي من الإعلانات والحفلات بتلاقي الأرقام فلكية. النتيجة النهائية والحاسمة بناء على كل هي التحليلات واستنادا لأرقام شركات التسويق العالمية اللي بتشتغل معها، بتأكد تقديرات إنه صافي ثروة بيسان اليوم بيتراوح بين 2 مليون و5 مليون دولار أمريكي وحتى أكثر. سواء كنت من متابعينا أو منتقدينا، فإنه نجاحها شي كلنا شفناه.
وهي البنت يلي بدأت حياتها على المساعدات بالمخيمات حسنت اليوم بذكائها وتركيزها على الأعمال إنه تبني ثروة صافية تقدر بالملايين. وهيك عزيزي المشاهد وصلنا لنهاية الفيديو. إذا حابب احكي عن حدا تاني اكتب لي بالتعليقات. لا تنسوا اللايك والمتابعة. كان معكم محمود وسلام.